اي حكم، انا مسؤول عن كلام ابراهيم. اي حكم في اي درجه لو مبسوطين انا مش هطلع في الاعلام تاني. احنا عندنا مشكله ابراهيم لازم نواجهها. الحكام مش مبسوطه، الحكام ما بتتحاسبش، الحكام ما بتتواجهش باخطائها، الحكام بيتقال لهم الاخطاء. مش عايز بس اقول كلام يزعل الناس مني. لا عرف الناس، فاهم الناس ايه اللي بيحصل. لا بيتقال لهم في التحليل التحكيمي الالعاب هنا بشكل وفي الناحيه الثانيه بشكل ثاني. يعني الموضوع مرتبط بالوان الانديه والحكام وصل لها ده. لا معلش يا كابتن صباح، يعني انا مثلا انا النهارده بلعب فرقه اكس، عندي تحليل تحكيمي في ركله جزاء ما حسبتهاش. وفرقه واي كابتن عاطف نفس الحاله او مشابهه ليها. لا دي تمام. طب اديني مثال. مش هقدر. لا ما احنا في احنا كده. ما هو كابتن صباحي انت اصلك انت دلوقتي انت قلت اتهام. انت لا مش انا بقول حقيقي والله. انت مش ضربت طلقه، انت ضربت صاروخ دلوقتي. ان لجنه الحكام المصريه فيها اشخاص بيعملوا معايير غير مهنيه. هو اوسكار بيعمل معايير غير مهنيه. فانت هنا بيحلل الحاله انت بتضربه في مصداقيته ونزاهته. لا خالص والله، خالص. انا في الاخر بص، انا دلوقتي بحلل الحاله التحكيميه ليه؟ عشان انا كحكم موجود في الزون ده. طب اديني مثال، يعني قول لي على مثال او واقعه اللي انت بتستند اليها ان مثلا في الماتش ده قال كذا، في الماتش ده قال كذا. الموضوع مرتبط بوقائع. احنا عندنا ابراهيم 15 مباراه غيرت نتائجها بسبب اخطاء تحكيميه. وانا بقول لك كلام، احنا انا لسه مبطل السنه اللي فاتت وعاطف معايا، فاحنا قريبين من بعض، قريبين من الحكام وشايفين ايه اللي